جديد يسعد صباحكم مستمعينا عبر الموجة 103.5 وأكيد كل اللي عم يتابعونا عبر صفحتنا على الفيسبوك عبر البث المباشر بوير عربي. مؤخرا عقد اتحاد شبيبة السريانية التقدمية في 18 من يوليو تموز الجاري مؤتمره الثاني تحت شعار بتنظيم الشبيبة السريانية سنكون الطليعة لبناء سوريا جديدة، وذلك في مدينة قامشلو. لنتعرف أكثر عن اتحاد شبيبة السريانية، واجباتها، مهامها، أهم نشاطاتها وأكثر، مع ضيفتنا في الاستوديو مريان عيسى، الرئاسة المشتركة لاتحاد الشبيبة السريانية التقدمية في سوريا. بداية صباح الخير. صباح النور. أنسة مريانا، حبذا لو تحدثينا في بداية حوارنا عن تأسيس اتحاد الشبيبة السريانية وفروعه. تمام. طبعا كاتحاد شبيبة السريانية التقدمية تأسس منذ بداية التنظيم، وتأسس رسميا بالمؤتمر التأسيسي عام 2013. طبعا هي مؤسسة مجتمع مدني تهتم بالفئة الشابة وبمشاكلها ولإيصال دورها في جميع مجالات الحياة. وأيضا كمؤسسة اتحاد شبيبة السريانية التقدمية لها نظامها الداخلي، شعارها الخاص المتميز. واجبات ومهام اتحاد الشبيبة السريانية، وما هي أهم الأعمال التي قام بها الاتحاد وآلية العمل؟ من واجبات كاتحاد شبيبة السريانية التقدمية كما ذكرت سابقا اهتمام بالفئة الشابة. ومن أهم الأعمال التي قام بها الاتحاد المسيرة التنظيمية، ذلك لدعم القوات العسكرية، المجلس العسكري السرياني، دعم السوتورو، قوى الأمن الداخلي، من أجل الشهداء التضحيات التي قدموها. أيضا ورشات عمل ثقافية اجتماعية تنظيمية، منها كان ورشة دور الشبيبة في النهوض المجتمع السرياني الآشوري الكلداني. أيضا دورات تنظيمية، منها لإعطاء دروس لكيفية فئة الشابة أن تدير أي مؤسسة، إعطاء دورها أكثر لتأخذ مسؤوليات على عاتقها كبيرة، من أجل في المستقبل أن يكون لها دور ليس في المشاركة وإنما في صنع القرار أيضا. هذه نقطة أساسية من أجل إيصال صوت الفئة الشابة. أيضا في المجال الرياضي نستطيع أن نقول إعطاء دوري كروي، بطولة بث نهرين الأولى وأيضا الثانية في الحسكة، أيضا بطولات رياضية في قبر حيوري القحطانية. اهتمام أيضا في المجال الرياضي، أيضا في المجال السياسي، في المجال الثقافي، من أجل تطوير الشبيبة وإيصال صوتها أيضا في المحافل الدولية. من أي المناطق يتواجد أعضاء اتحاد الشبيبة؟ في الجزيرة، حسكة، زالين، قامشلو، ديريك، قبر حيوري، قحطانية. المظلة السياسية للاتحاد ما هي؟ نستطيع أن نقول ليست فقط أنه هي مظلة سياسية، وإنما الاتحاد شبيبة السريانية التقدمية هي القاعدة الأساسية، البنية الأساسية لتجميع الفئة الشابة والاهتمام بكافة مشاكلها وتطويرها في جميع المجالات، في مجال السياسة، الثقافة، الاقتصاد، كيفية العمل على دراسة مشاريع لتطوير الفئة الشابة. نستطيع أن نقول في سوريا يعني اتحاد الشبيبة السريانية اهتمام بالفئة الشابة بشكل أكبر، لها مرجعية تنظيمية طبعا، كإدارة، كرئاسة، كدورنا نحن الاهتمام بالفئة الشابة. هذه مسؤولية كبيرة على عاتقنا. ما هي أهم النشاطات التي يقوم بها الاتحاد للشبيبة؟ أهم النشاطات مسبقا وحديثا تفعيل تقوية العمل على المرأة الشابة أكثر. نعم. من أجل في المستقبل لترى نفسها كامرأة تستطيع العمل في جميع المجالات إلى جانب الرجل. هذه نقطة أساسية، حتى في المستقبل لا يكون عملها مقتصرا في المنزل، نستطيع أن نقول هكذا. نعم. أيضا
بنية أساسية الاهتمام بمشاكل الشبيبة. من هذه النقطة أساسية. لماذا؟ إذا نتكلم عن مشاكل الفئة الشابة لا تنتهي بيوم واحد طبعا أكيد. طبعا. فلذلك الاهتمام بمشاكل الفئة الشابة، مهم. كيفية خاصة في سن المراهقة نستطيع أن نقول مهم. الحل على مشاكلها، مهم. لإسماع صوتها أكثر من مهم. قبل المجتمع، نعم. لترى نفسها بأنها كبيرة مهم. تستطيع العمل على كافة المجالات، مهم. تطويرها أكثر. فالبنية الأساسية كاتحاد شبيبة تنظم عمل الشبيبة هذا، مهم. تستطيع أيضا إعطاء طموح لكل شاب وشابة ماذا تريد في المستقبل أن تكون. مهم. هاي نقطة أيضا الاهتمام فيها. أيضا من النشاطات التركيز على العلاقات الاجتماعية مع الحركات الشبابية الأخرى، مهم. أيضا مع الحركات الشبابية الفئات شعبنا كامل في المجتمع. مهم. ذلك يساعد على التطوير في المستقبل، تطوير المجتمع لبناء مجتمع متطور نستطيع أن نقول هكذا. مهم. أيضا التركيز على مشاريع اقتصادية إنتاجية. مهم. لماذا؟ من أجل للحد من ظاهرة الهجرة. مهم. ذلك يساعد على تكافؤ كيف الفرص. تعملون على هذه النقطة؟ طبعا نعمل من خلال ورشات عمل، مهم. كيفية دراسة المشاريع مهم. للفئة الشابة أن تقوم بدراسة يعني مشاريع. بتتبنوا مشاريع صغيرة للفئة الشابة طبعا بهذا المعنى. طبعا مهم. لكيفية تستطيع أن تتمكن من إقامة دراسة هذه المشاريع. مهم. أيضا التركيز مثلا في كل مرحلة مختلفة نستطيع أن نقول. فهنا الاهتمام بالفئة الشابة في هذه المرحلة ماذا تتطلب نعم. أن نقوم بهذه الورشات. مهم. نعم، يعني في مرحلة تتطلب أن نقوم بالعمل الاقتصادي أكثر، مرحلة أخرى بالعمل السياسي أكثر، مرحلة في العمل الاجتماعي أكثر. مهم. هنا نستطيع أن نركز على هذه الأمور. مهم. يعني كل فئة شابة تتطلب شيء معين صحيح. نستطيع أن نقول. فالتركيز على هذه النقطة شيء أساسي. لذلك أيضا لماذا طلبنا أو ركزنا على هذه النقطة؟ لأن مشكلة الفئة الشابة الهجرة. نعم. نستطيع أن نقول هناك تكافؤ فرص، شابات قادرين على إنجاز أعمال كبيرة، ولكن لا يوجد تكافؤ فرص في منطقتنا. مهم. لذلك نركز على هذه النقطة من أجل توفر الفرص الموجودة للفئة الشابة، مهم. توفر الأعمال لتأخذ دورها في المجتمع. مهم. جميل. عقد اتحاد الشبيبة السريانية التقدمية مؤتمره الثاني. أهم الشخصيات التي شاركت في المؤتمر وعدد الأعضاء المشاركين فيه. الشخصيات المشاركة كانت من قبل الإدارة الذاتية كمجلس العام الحورو سهام قريو، نعم. أيضا المجلس التنفيذي نظيرة قورية، مهم. حورو إليزابيث نستطيع. كانت شخصيات على مستوى رفيع. مهم. أيضا شخصيات الحركات الشبابية الأخرى كانت تواجدها من كافة المكونات في بداية افتتاح المؤتمر. نعم. هذا الدور يعطي إلى تقوية الفئة الشابة، إلى إظهار بأن دورها كبير جدا. مهم. نستطيع أن نقول حتى تم إعطاء برقيات تهنئة. مهم. يعني هنا تشجيع كبير كان للفئة الشابة. مهم. شعاركم لهذا المؤتمر كان بتنظيم الشبيبة السريانية سنكون الطليعة لبناء سوريا جديدة. رسالتكم من عنوان المؤتمر. رسالتنا هي التركيز على كلمة التنظيم. مهم. كيف؟ نستطيع أن نقول كما ذكرت للفئة الشابة لديها مشاكل كثيرة، نعم. حلها بكلمة واحدة هي التنظيم. مهم. تماما. تنظيم الفئة، تدريبها بالأمور كامل، وذلك من أجل توعيتها لبناء سوريا حديثة، لبناء فئة شابة تتقبل المكونات مع بعضها للعمل المشترك، مهم. من أجل مجتمع نستطيع أن نقول ديمقراطي أخلاقي، اعتراف بالثقافة بلغات البعض بالمحبة والسلام. مهم. لذلك نصل نحن الآن نعيش بمرحلة صعبة، مرحلة مهم. الحرب، مرحلة مواجهة كبداية. مهم. نستطيع أن نقول الظروف المعيشية القاسية. نستطيع أن نقول أيضا من خلال توعية الفئة الشابة، من خلال أيضا تنظيمها
كما ذكرت لإيصال صوتها بشكل واضح، من أجل نستطيع في كل بيت الأهل أن يسمعوا إلى صوت أبنائهم مثلا، لبناء مجتمع التركيز على صوت الفئة الشابة. نعم. كيف كانت آلية انتخاب الرئاسة المشتركة للاتحاد والمجلس الإداري للاتحاد؟ طبعا الآلية بالبداية تم انتخاب للمجلس الإداري لاتحاد الشبيبة السريانية التقدمية بشكل ديمقراطي. أعطينا الفرص لأعضائنا كامل. نعم. من يريد أن يرشح للمجلس الإداري طبعا بشكل ديمقراطي. أيضا ذكرنا ما هي مسؤولية مجلس الإداري. هنا أعطينا أيضا لأعضاء الاتحاد نعم. حين يريدوا أن أن يدخلوا إلى المجلس، هنا مسؤولية كبيرة تقع على عاتقهم. نعم. مسؤولية الاتحاد واجب أساسي في تطويره أيضا. وأيضا تم انتخاب بشكل كامل الأعضاء وبترشيح وبتصويت أيضا حين تم الانتخاب بكافة الأعضاء الاتحاد الشبيبة السريانية التقدمية. أيضا الرئاسة المشتركة ركزنا ضمن المؤتمر بقرار أن يتم رئاسة مشتركة بتغييره من أجل أيضا إعطاء صوت المرأة الشابة إلى جانب نعم. الرجل. نعم. أيضا أن يكون لها دور في المستقبل، أن يكون لها دور فعال ضمن الاتحاد الشبيبة السريانية التقدمية. نحن كاتحاد شبيبة أو الفئة الشابة تركيزنا على الشباب والشابات لهذه النقطة. ضمن نقاشات المؤتمر هل طرأت أي تغيرات على نظامكم الداخلي، وما هي النقاط أو البنود التي تمت مراجعتها؟ طبعا قبل انعقاد المؤتمر تم تشكيل لجنة وأيضا تعديلات على النظام الداخلي. نعم. ومن ثم تم عرضه على أعضاء اتحاد الشبيبة السريانية التقدمية ما هي التغييرات المناسبة من أجل للمرحلة الجديدة لتطوير الاتحاد أكثر وأكثر، أي تطوير نعم. الفئة الشابة أكثر. طبعا نحن ركزنا التغييرات التي وضعت من أجل تطوير اتحاد الشبيبة السريانية أكثر، حل المشاكل الفئة الشابة أكثر، القيام على أعمال أكثر، نشاطات أكثر لإيصال الصوت للفئة الشابة. من توصيات مؤتمركم هو الاهتمام بالفئة الشابة الجامعية والعمل على تشكيل اتحاد الطلبة السريانية. آلية العمل في هذا الإطار طبعا هي من أجل الاهتمام بالفئة الجامعية التي هي الفئة المثقفة نستطيع أن نقول. نعم. التركيز عليها من أجل اهتمام، من أجل الاستفادة، أيضا المساعدة للفئة الجامعية، المشاكل التي تتعقبها خلال الدراسة، توفر لها كافة الفرص أثناء دراستها، الاهتمام، توفر المحاضرات على سبيل المثال نستطيع أن نقول، توفر إعطاء الدروس، توفر المساعدة. هذه لذلك الهدف من تشكيل اتحاد الطلبة. أيضا نستطيع أن نقول أيضا لا مانع من مساعدة الفئات الشابة الأخرى أيضا. نعم. أنسة مريانا، دعينا نتوقف قليلا بفاصل قصير ونعود لنكمل حديثنا معك.
الآنسة مريانا عيسى الرئاسة المشتركة لاتحاد الشبيبة السريانية التقدمية في سوريا. كنا نتحدث قبل الفاصل عن كيفية العمل على الاهتمام بالفئة الشابة الجامعية. كيف يمكن العمل على تمثيل الشبيبة في كافة المجالات لإيصال صوتها لكافة المحافل الدولية والمحلية؟ وهذه إحدى توصياتكم أيضا. نعم. ذلك من خلال الدورات التي تعطي، من خلال تنظيم الفئة الشابة نستطيع أن نرى كل شاب وشابة ما هي اهتمامها في المستقبل، نعم. في أي مجال نراها أن تكون متطورة. نعم. نعطيها هنا دور للفئة الشابة أن تطور في أي مجال، في مجال العلاقات الاجتماعية، في مجال كيفية العمل، في مجال الثقافي نستطيع أن نقول، نعم. الاقتصادي إلى آخره، من خلال الدورات، من خلال مثلا المعالجة على المشاكل، المناقشات التي ضمن الاجتماعات، ضمن الورشات. مهم. هنا نستطيع أن نرى كل شاب وشابة ما هي اهتمام، ما هو الطموح في المستقبل. مهم. أكدتم على تمكين المرأة الشابة من القيام بدورها بشكل فعال. ما هي مشاريعكم في هذا الخصوص؟ مشاريعنا أيضا القيام بورشات، نستطيع أن نقول خاصة للمرأة الشابة. أيضا الاستمرار، ما هي المشاكل التي تواجهها الشابة، أي شابة في مجتمعنا. مهم. ورشات أيضا تنظيمية، دورات خاصة، أيضا استمرارية من خلال نشاطات، طبعا أيضا إيصال صوتها، مساعدتها، وجودها في الرئاسة المشتركة هذا دور كبير، وأيضا مهم. في مجلس الإدارة. هنا ضمن الاتحاد يعطي صوت المرأة الشابة في المستقبل، لتقوي أيضا شابات ضمن الاتحاد، تستطيع تعمل على تطويرها أكثر ضمن مهم. المجتمع. مثل ما ذكرت مسبقا، نعم. أن يتم إيصال صوتها أكثر، مشاركتها في المحافل الدولية، مهم. تطويرها أكثر، لترى نفسها كبيرة، لترى مهم. نفسها أيضا قادرة على العمل في وصنع المجتمع. القرار طبعا. طبعا. أه تحدثتم عن الاهتمام أيضا بورشات العمل المجتمعية التي تخص الشباب وهمومها. ما هي هذه الورشات وآلية عملكم في هذا الإطار؟ طبعا الورشات مثل ما ذكرت تكون مواضيع اجتماعية، ثقافية. أيضا ورشات تخص لشعبنا، أستطيع أن نقول كيف لمعرفة ما هو تاريخ شعبنا، مع يعني لمعرفة كل شاب ما هي ثقافته، حضارته. بالثقافة يوصل إلى تطوير المجتمع. مهم. أيضا معرفة كيفية التعامل مع الشعوب الأخرى، العلاقات الاجتماعية، من أجل بناء، نحن كتوجه سوري مهم. لبناء سوريا حديثة، من أجل أيضا معرفة كيف تدخل في الأمور الإدارية، في الأمور التنظيمية، لقيامها بالعمل بشكل فعال، مهم. وإيصال صوتها في المحافل المحلية والدولية. نعم. تحدثنا سابقا أستاذة مريانا عن العمل على إيجاد مشاريع اقتصادية إنتاجية للحد من ظاهرة الهجرة وتمكين الفئة الشابة طبعا من كيفية دراسة المشاريع بشكل عام. لنتكلم بشكل مفصل عن هذا الموضوع، برأيكم ما هي المشاريع الاقتصادية التي ستحد من هجرة الشباب؟ كما ذكرت مسبقا، مهم. المشاريع التي ستعقد في المستقبل أو نعمل على إقامها في كل مرحلة، نرى ماذا تحتاج لها الفئة الشابة، نقوم فيها. أيضا المشاريع الاقتصادية كتشكيل اتحاد الطلبة، مهم. هذه مساعدة للفئة الجامعية، نستطيع أن نقول. مهم. أيضا قيام ورشات إنتاجية، كتكافؤ فرص، كتكافؤ عمل للفئة الشابة، للحد من البطالة، نستطيع أن نقول. مشاكل نرى عدم إيصال صوت الفئة الشابة، هنا نقوم بورشات، نستطيع أن معالجة المشاكل للفئة الشابة. مهم. هذه الورشات هنا نعطي إلى
كل شاب وشابة محبة الإبقاء في الوطن. هنا تكافؤ الفرص، تطوير المهنة الموجودة لدى كل شاب وشابة. هذه أيضا مشاريع على قيام تطوير المهن. كما ذكرت هناك فئات شابة قادرة على إنجاز أعمال كبيرة، ولكنها لا وجود تكافؤ فتضطر إلى الهجرة. نعم. لذلك عند وجود هذه المشاريع تعمل على تطوير المهن الموجودة، هنا يساعد للفئة الشابة للحد من الهجرة. يعني في مشاريع هلا قائمة على أرض الواقع أنتم اشتغلتوا عليها، مشاريع اقتصادية، مثل ما قلتي تطوير المهن، مثلا إذا في مشكلة عم نحلها، ولا لسه قيد التنفيذ؟ هناك أها. قمنا بمشاريع، أها. وأيضا سنقوم بمشاريع أكبر. مهم. نرى كما ذكرت نحن من المعروف عند انعقاد المؤتمر هنا كي يفتح صفحة جديدة للمؤسسة، مم. إعطاء قرارات. هذه القرارات نستطيع أن نقول تعمل على تطوير المؤسسة أكثر، نعم. تطوير الفئة الشابة. مهم. اطلعنا على القرارات المؤتمر، وجاء ضمنها الاهتمام بالجانب التعليمي والتنظيمي من خلال تكثيف الدورات والمخيمات التثقيفية. ما هي الدورات التي تقدمونها للفئة الشابة وشكلها؟ طبعا هناك دورات تنعمل على شكل كما بيت نستطيع أن نقول تثقيفية. مهم. طبعا أيضا دورات رياضية نستطيع أن نقول، مهم. دورات تنظيمية، نعم. معرفة مواضيع تكون اجتماعية. لماذا نركز على هذه النقطة؟ من أجل إمكانية لدى كل شاب وشابة مواجهة الصعوبات التي تواجهها الفئة الشابة. نعم. أيضا حل على هذه المشاكل. هناك أيضا ورشات عمل كما ذكرت أهمية هذه الورشات. ومسبقا قمنا نعم. بورشات، وأيضا شاركنا بورشات. أها. نستطيع أن نقول شاركنا. مهم. كانت ورشات اجتماعية ضمن مع المنظمات، كانت أيضا تم بإخراج توصيات ومخرجات نستطيع أن نقول كانت لصالح الفئة الشابة. أيضا نركز على نقطة، لماذا التركيز على الورشات؟ من أجل إعطاء للفئة الشابة معرفة بأن لها حقوق، لها نعم. واجبات. نعم. في هناك قرارات ضمن الأمم المتحدة نستطيع، ولكن حين الفئة الشابة لا يكون لها معرفة بهذه الأمور لا تستطيع أن تخرج صوتها، أن تدافع عن حقوقها. نعم. ولكن حين نعطي بأن للفئة الشابة لها حقوق، لها القدرة، هنا أيضا تستطيع من تطوير نفسها وإظهار حقوقها بشكل أكبر. مهم. في نهاية توصياتكم أكدتم على زيادة التعاون والتنسيق مع مختلف الحركات الشبابية لتحقيق أخوة الشعوب. آلية وشكل التنسيق مع الحركات الشبابية؟ طبعا أستطيع أن أقول هلا كاتحاد شبيبة السريانية التقدمية لنا دور بارز في الإدارة الذاتية. نعم. هيئة الشباب والرياضة، تعاون وقيام بمشاريع، أيضا مهم. علاقات مع الحركات الشبابية الأخرى مهم. كزيارات، تكثيف من هذه الزيارات، معرفة مدى ما وجود لدى الفئة الشابة الأخرى، نعم. ما هي أهدافها. أيضا مهم. حين نعطي معرفة من وجود الأهداف، هنا يتوحد العمل الشبابي أكثر، مهم. وهذه هي أستطيع أن أقول قوة حقيقية مهم. حين يتوحد العمل الشبابي. طبعا. ضمن هيئة الشباب لدينا الترخيص، أيضا وجودنا في مجلس شباب سوريا الديمقراطي، مهم. أيضا أعمال مشتركة، ورشات ضمنها قمنا مع هيئة الصحة وهيئة الشباب والرياضة والحركات الشبابية بتوزيع بروشورات توعوية وكمامات مهم. في الحسكة والقامشلي نعم. ومناطق الأخرى. هذه كانت نحن نعرف ضمن الظروف التي عشناها وانتشار في وباء ظل فيروس كورونا، صح. كوفيد، استطعنا أن نقوم مع بعض بهذه الورشات والنشاطات المشتركة مع الفئات الشبابية تقوي هذا العمل، مهم. تقوي لتوحيد صوت الشبيبة بشكل أكبر، مهم. كيد واحدة. يعني نعتبر أن هناك فعلا تنسيق وأعمال مشتركة بينكم بينكم في الاتحاد وبين اتحاد الشبيبة الكردية والعربية.
هذا شيء أساسي نحن بالنسبة لنا، نعم. حتى كاتحاد شبيبة السوريانية التقدمية لا مانع لدينا أيضا في المساعدة مهم. للفئات الشبابية الأخرى، نعم. الوقوف معها، متابعة أمور بعضنا، أيضا وتكثيف هذه العلاقات مهم. من أجل التطوير. نحن كتوجه لدينا كبناء سوريا حديثة، توجه سوري، تعددية لا مركزية. نعم. كلمة أخيرة لكم عبر أثير راديو بوير FM. طبعا بالبداية أتشكر إذاعة بوير على شكرا. هذه البرنامج، لإعطاء أيضا لاتحاد الشبيبة السوريانية التقدمية أيضا الرسالة التي أريد أن أوجهها إلى الفئات الشابة، أن تنظم نفسها ضمن اتحادات شبابية مهم. من أجل تطوير نفسها، لأن الفئة الشابة هي كبيرة، نعم. هي بناء للمستقبل الجديد، هي الحركة نستطيع أن نقول الديناميكية. أستطيع أن نقول أيضا القائد سعيد ملكي أعطى مثال بتنظيم الشبيبة، نستطيع أيضا تنظيم المجتمع كامل. حين صح. نريد أن ننظم المجتمع يجب أن يعني نبدأه بالفئة الشابة والشابات. مم. من هذه المقولة أعطى دور أساسي للفئة الشابة، مهم. فلذلك أريد أن أعطي هذه الرسالة. الفئة الشابة هي فئة كبيرة، هي الفئة التي ستعطي الدور الأساسي للمجتمع، هي الفئة التي تقبل التغيير نعم. إلى الإيجابي. مهم. مريانا عيسى، الرئاسة المشتركة لاتحاد الشبيبة السريانية التقدمية في سوريا، كنت معنا في استوديو بوير FM. شكرا لحضورك معنا. مكملين بفقرات عطر الصباح ولكن بعد الفاصل.